انا عايزك تشوف لي الحسد بيوصل لفين وبيعمل ايه. انا فضلت نص ساعة متنح قدام الكومنتات دي، والموضوع مش بس ليلى زاهر وهشام جمال على الاطلاق، ده قبلهم كان سليمان عيد، واللي ربنا يرحمه ما سلمش من الناس ولا من حسدهم. وهعرفك في الفيديو ده ان انا كنت على حق وبالادله، وده لكل الناس اللي زعلت واتضايقت من الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن موضوع هشام وليلى، واللي على الرغم من اني لم انتقد الشخصين دول على الاطلاق يا جماعه، ما انا مش مريض لدرجه ان انا انتقد عريس وعروسه لسه صغيرين وشباب، على الرغم ان انا في اول الفيديو قلت الكلام ده. بس قبل ما اقول لكم اللي انا جاي اقوله لكم، يعني حابب ابارك لليلى احمد زاهر وهشام جمال على فرحتهم، ويا رب يتمها على خير ويبعد عنهم شر العين. حضرتك سمعت كويس اللي انا قلته في اول الفيديو، ربنا يبعد عنهم شر العين، وده بعد ما باركت لهم، والجزئيه دي اعتبرها مش مهمه. في الفيديو ده بقى كان نقدي موجه لحاجه معينه، وهي الحاجه دي بوستات والفيديوهات اللي بتنزل لحلب الترند من اجل المشاهده واللايك، اللي هي ايه ده، انا كنت لسه شايفك بالضفاير وبتلعبي، يعني الجمله انت منزلها ليه على صفحتك؟ يعني انت مالك ومال الحوار ده؟ المفروض ابوها اللي ينزل الكلام ده، ما نزلهوش. ليه بقى بوستات شبه دي؟ وقيس على ده بقى كل اللي في التايم لاين يخص ترند مين؟ ليلى وهشام. على الرغم انك لو عايز نفس الصحفي ده يغطي لك واقعه مهمه ومصيبه عندك، ما هوش جاي الا اذا كان بقى الناس كلها بتتكلم عنها، هيجي لك ويستضيفك ويتحايل عليك كمان. وبرضه اعتبر دي كمان مش مهمه واركنها لي على جنب. اهم جزء بقى هو الجزء ده، وافتكروا الكام جمله اللي انا هقولهم لكم دول. شوف الكومنتات بعد 3 4 5 ايام اللي كانت بتقول لهم مبروك يا هشام ومبروك يا ليلى و شوفوا كومنتات النقد والذم بعد ما الموضوع ده يطول والبوستات تبدا تنزل اكتر والفيديوهات تبدا تنزل اكتر، فيحلبوا الترند، فيحصل حاله ملل، فالناس دي تتحسد وتتشتم بسبب واحد عايز يحلب الترند. لا معلش، عيد لي الجزء ده تاني. فالناس دي تتحسد وتتشتم بسبب واحد عايز يحلب الترند. وقد كان يا عزيزي اللي انا قلته واتهاجمت عليه في الفيديو اللي فات هو اللي بيحصل وبيتكرر وبيتبروز قدام حضرتك في كومنت. انا وقفت قدامه نص ساعه متنح من كم الحقد والغل اللي في نفس الشخص ده، واللي من كتر البوستات والفيديوهات والحاجات اللي بتنزل عن فرحه الشباب الصغيره دي بفرحهم، نفسيته والحقد اللي جواه ما قدرش يكتمهم، قام كاتبهم في كومنت. كم غل وحسد في نفسه اتجاه شابين لسه صغيرين بيبتدوا حياتهم، ما لهمش ذنب انهم اتولدوا مرتاحين ولا ببقهم معلقه دهب، زي ما هو ملهوش ذنب في انه اتولد فقير وبيحسد الناس على غناهم او اللي ربنا اتاهم من فضله. قيس لي بقى على ده كل الكومنتات اللي حضرتك بتشوفها قدامك على الشاشه دلوقتي. انت فاكر قلت لك ايه في الحلقه اللي فاتت؟ هتتحول حاله المدح لحاله ايه؟ لا نسمعها معلش. بعد 3 4 5 ايام اللي كانت بتقول لهم مبروك يا هشام ومبروك يا ليلى و شوفوا كومنتات النقد والذم بعد ما الموضوع ده يطول، فيحصل حاله ملل، فالناس دي تتحسد وتتشتم بسبب واحد عايز يحلب الترند. يا عزيزي ما هو انا ما بطلعش اهبد لحضرتك واقول لك اي كلام من فراغ، انا ببقى شايف الموضوع ماشي ازاي، وشفت وقائع قبل كده حصلت بالشكل ده فبطلع احذر منها. فكره حلب الترند واستنزافه لدرجه انه بيكون حاله من الملل عند الجمهور، فقطاع بينتقد اصحاب الترند بشكل شيك، وقطاع بيحسد وبيغل زي الكومنت اللي انت شفته من شويه، وقطاع بيحسد جوه نفسه وما بيتكلمش، وده كله اثره بالسلب على صاحب الترند، وبالتبعيه ده كله بسبب واحد قرر انه يحلب الترند. ده حوار الحلقه اللي فاتت اللي الناس زعلت مني علشان احنا هنروح بعيد ليه. السكرين دي اللي بتظهر قدامك على الشاشه سكرين متاخده من فيديو للمرحوم سليمان عيد وهو نازل من عربيته. من صور الفيديو ده بقى كتب عليه الجملتين اللطاف اللي مسطرين باحرف من غل. هو كاتب على الفيديو سليمان عيد راكب عربيه بنص مليون دولار. يا عم وانت مالك؟ سليمان عيد في الوقت ده كان رايح يعزي الراجل، ما عداش فتره قصيره وتوفى بعد الفيديو ده. هي اقدار واعمار، ولكن اوعى تنسى ان الحسد
حسد مميت. على الرغم ان مش من عادتي ان انا بطلع ابرر فيديو عملته، لان انا قبل ما بنزل الفيديو براجعه مليون مرة علشان عارف ان الكلمة دي عليها رقيب عتيد، الا ان سبحان الله الكلام اللي قلته تحقق بعدها باقل من يومين. وده يثبت لك قد ايه صدق نيتي، واني كنت بنبه لوجه الله من موضوع حلب الترند ده. انت تفتكر يعني هشام وليلى محتاجين انهم يتشهروا او يتشافوا او ترندهم يعلى علشان يحصل حاجة معينة في حياتهم وياخدوا فلوس؟ وبأمانة ربنا كده ربنا يسترها على الشاب ده والبنت دي ويوفقهم في حياتهم ويبعد عنهم شر العين. وبس كده.